السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من قناتي. فيديو النهاردة إن شاء الله هيكون معايا أجمل الحلويات اللي بنحب ناكلها في شهر رمضان، القطايف. هنعملها بكل أسرارها وهقول لكم على طريقة تخزينها من غير حشوها، سهلة وبسيطة وهتحبوا تعملوها كتير. تابعوا معايا الفيديو للآخر. بس قبل ما نبتدي الفيديو نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وانزلوا تحت الفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيه، هيوصل لكم كل وصفاتي الجديدة أول بأول. يلا بينا نبتدي الفيديو ونشوف هنعمل القطايف ازاي. أول حاجة معايا هنبتدي بيها، معايا بولة فاضية هحط فيها 2.5 كوب دقيق، عليهم معلقة سكر، نص معلقة صغيرة خميرة، معلقة كبيرة بيكنج باودر، معلقة كبيرة نشا، معلقة صغيرة فانيليا عليها رشة ملح. هقلب المكونات بتاعت الجافة دي كويس، وبعد كده هضيف عليهم 3 كوبايات مية دافية. كوباية المية هتبقى بنفس كوباية المعيار بتاع الدقيق، 3 كوبايات مية دافية. هقلبهم وبعد كده هنزل بكوباية المية التالتة، هتتدوب معايا على طول ومش هحتاج مية تاني خلاص. بس اهم حاجة المية بتاعتنا تكون مية دافية. هدوبها كويس بالمضرب بتاعي، وبعد كده هجيب مصفى وهصفي كل الكمية بتاعتي دي اللي انا عملتها. دي اهم خطوة، لازم نصفي عجينة القطايف بتاعتنا عشان ما يبقاش فيها تكتلات. بعد ما نصفيها كلها ونتأكد ان الكمية بتاعتنا خلاص اتصفت، هنغطيها بستريتش وفوطة ونسيبها حوالي ربع ساعة او نص ساعة بالكتير. بعد كده هنحط صينية او طاسة المتاحة عندك على البوتاجاز بدون اي زيوت في الطاسة، وهتحطي كمية العجينة عندك في ازازة. انا حطيتها في ازازة من ازايز الكاتشب والمايونيز، وهتحطي كده زي ما انت شايفة معايا كده. لو عندك ازازة اوكي، لو ما عندكيش ممكن تستعملي اي ازازة موجودة عندك هتأدي الغرض، او براد هتعمليها بنفس الطريقة دي. واول ما هتلاقي ظهرت فقاعات قدامك وخرمت كده زي ما انت شايفاها، يبقى هي كده خلاص استوت وبقت حلوة خلاص واخدت اللون الذهبي الجميل بتاعنا. ودي اسهل طريقة ممكن تعمليها للقطايف. زي ما انتوا شايفين اهوت اخدت اللون الذهبي الجميل. وممكن لو حابة ما تديهاش اللون الجامد ده، بحيث لما تيجي تحمريها تقليها بالحشو بتاعها تبقى برضو مش حمرة معاكي قوي واخده اللون الذهبي برضو. ودي شكل القطايف بتاعتنا بعد ما خلصت. هقول لكم على طريقة تخزينها. هتضيفي كده كل 2، اول هتجيبي طبق وهتفردي فيه كيس، وهتحطي كل 2 قطفتين كده هتضميهم لبعض كده زي ما انا ضماهم كده، وهتحطي في الكيس. وبعد كده هتخلصي الصف الاول وهتحطي كيس، وبعد كده هتحطي الكمية التانية فوق الكيس، وبرضه هتحطي كيس تاني بعد ما تخلصي الكمية، وهتغطيه بستريتش وتعينيها في الفريزر بالفترة اللي انت حباها. دي اسهل وصفة للتخزين. بس اهم حاجة اما تيجي تطلعيها من الفريزر لازم تدفيها في الميكروويف دقيقة، بحيث ان هي تسخن معاكي وتقفل على طول. لو ما عملتيش كده مش هتقفل معاكي وهتبقى مشققة. لازم اهم خطوة تخش الميكروويف تدفى حوالي دقيقة. لو ما عندكيش ميكروويف ممكن تعملي لها حمام بخار. دي اهم خطوة في مرحلة القطايف لما بتتخزن في الفريزر بدون حشو، بس سهلة وجميلة. وانا بعملها كده بخزنها بالطريقة اللي انت شايفاها دي، وبطلعها بدفيها في الميكروويف دقيقة واحشيها زي ما انا عايزة، وبتقفل معايا على طول وبتبقى جميلة ولذيذة. وبحب اعملها كتير في رمضان بالطريقة اللي انت شايفاها دي. دي كانت وصفتي النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. ولو عجبتكم ما تنسوش تدعموا قناتي بلايك، وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم كل إشعار بكل وصفاتي الجديدة. وما تنسوش في آخر الفيديو تصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لكم على حسن المتابعة.